منجم غارج بيلات البارح، في سياق الكلام ولمرضه وهوسه بالمغرب بل لعقدته. هو معقد من العسكر اللي خاص يبين الولاء نتاعهم، الولاء نتاعه قدامهم باش يتهجم على المغرب. تكلم على الفوسفات وقال باللي منين نشغلوا منجم غار جميلات بكامل طاقته غادي نولوا اكبر مصدري الفوسفات في العالم. كيفاش ركبتها هذه؟ وش دخل منجم غار جبيلات في الفوسفات؟ يا اخي المنجم نتاع العنق اللي في الشرق هو اللي فيه الفوسفات، منجم غار جبيلات نتاع الحديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه المعارض الجزائري وليد كبير، واللي غادي يرد بقوة على الهبيل ديال عبد المجيد تبون، واللي البارح دار خطاب وكالعادة جبد المملكة المغربية وحاول يستفزنا بغار جبيلات اللي الملكية القانونية ديالو مشروكة بين المغرب والجزائر. وكالعادة تبون أبهرنا بالغباء ديالو، لأنه تكلم على غار جبيلات اللي فيه احتياطات الحديد على أساس أنه فيه الفوسفات، وهذا الشيء اللي يلخص الشخصية الغبية والبليدة اللي اختاروها الجنرالات باش تشد كرسي الرئاسة في الجزائر. ثم تكلمت في السياسة الخارجية. واش حققت يا عبد المجيد تبون من نهار اللي حكمت؟ عداوات مع البلدان، العداوة الكلاسيكية اللي قالها شنقريحة مع المغرب تفاقمت، بس ما توقفش الأمر عند ذلك، بل امتدت إلى عداوات مع باقي البلدان المحيطة بالجزائر، مع كل جيران الجزائر. ما قدرش تبني علاقات طبيعية معهم. ولات سمعة الجزائر على المستوى العالمي ما عندهاش قيمة. تبهدلنا أمام البريكس، وصفونا بأننا بلد لا وزن لنا، لا هيبة لنا. يعني ألا تخجل من نفسك يا عبد المجيد تبون أن تتكلم بتلك الطريقة أمس وتقول بأن احنا السياسة الخارجية عندكم ملف الصحراء المغربية تاجروا به. وهنا وجهت واحد الكلام، قلت بأن دعمنا لما تسميه بالقضية الصحراوية ليس كرها في أشقائنا المغاربة. هذه كلمة أشقائنا، أنت آخر واحد يقول على المغاربة أنهم أشقاء، لأنك فريمون تتكلم بطريقة عدوانية منذ صيف 2021 اتجاه المغرب. إذا كان هذا الشيء اللي دار النظام نتاعك هذه 50 سنة تجاه المغرب، من تسليح لحركة انفصالية إرهابية، من قتل لآلاف المغاربة في حرب الصحراء منذ 1975 1991، من طرد عشرات الآلاف من المغاربة في شتاء 1975 انتقاما من نجاح المغرب في تحرير الصحراء. حتى الكلمات تعجز، والواحد ما يلقاش حتى كيفاش يعبر لما شخص مثل عبد المجيد تبون ينافق ويقول للعالم يعني أننا احنا ما عندناش مشاكل مع المغرب وأشقائنا. ما هوش موجه دعمنا، ما هوش ضد الأشقاء المغاربة. أنت تضرب، أنت ونظامك يضرب في الوحدة الوطنية نتاع المغرب. أنت تحب تقسم المغاربة، أنت تحب تقطع أرحامهم، القبائل نتاع الصحراء اللي موجودين من شمال ودنون إلى أقصى الى القويره. انت حبيت تقطع ارحامهم كما قطعت ارحام الشعبين الجزائري والمغربي على المناطق كما يقولوا المناطق الحدوديه لمده 30 سنه. يعني واش باش نفعتوا المنطقه نتاعنا؟ ما واش ربحت الجزائر من هذه السياسه العدوانيه مع المغرب؟ ثم تاتي وتقول ان يعني احنا ما عندناش لسنا ما نكرهوش الاشقاء المغاربه. ثم منجم غار جبيلات البارح، في سياق الكلام ولمرضه وهوسه بالمغرب بل لعقدته. هو معقد من العسكر اللي خاص يبين الولاء نتاعهم، الولاء نتاعه قدامهم باش يتهجم على المغرب. تكلم على الفوسفات وقال باللي منين نشغلوا منجم غار جميلات بكامل طاقته غادي نولوا اكبر مصدري الفوسفات في العالم. كيفاش ركبتها هذه؟ وش دخل منجم غار جبيلات في الفوسفات؟ يا اخي المنجم نتاع العنق اللي في الشرق هو اللي فيه الفوسفات، منجم غار جبيلات نتاع الحديد. جيسكا ماتنون لحد الساعه حتى دوك اللي كانوا يديروا في المونتاج حاروا طلقوها خلاوها تفوت. يعني كلام ينم عن الجهل وينم عن انه ما يحفظش الدرس.
ما حفظتش عبد المجيد تبون الدرس بشكل جيد، وتكلمت بطريقة يعني العاقل يحير منها. لكن اللي حيرتني أكثر وهنا نشارككم هذا الأمر، هذا الإعلام البليد، هذا إعلام زيرو ثقافة عامة. يعني بكل صراحة أنا انصدمت من هذا الإعلام أمس. يعني دي بيروكي ولا يعني دي جون اللي ما عندهمش تفكير. انظروا الكلام نتاعو عندما يعمل هذا التلفزيون العمومي، عندما يعمل منجم غارج بيلات بكل قدراته سنكون أول بلد يصدر الفوسفات. ساسكول با غارج بيلات رديتوه منجم الفوسفات. غارج بيلات يا أخي منجم الحديد. ولكن شوفوا هو غلط في الكلام نتاعو، ولكن الإعلام البليد ينقل أخطاءه. الأمر ما اكتفاش عن التلفزيون العمومي. لاحظوا حتى هذه المسمات قناة الجزائر الدولية، انظروا نفس الكلام، فقط قال سنكون. الفرق بين التلفزيون العمومي وقناة الجزائر الدولية هنا سي لا ميم شوز. سنكون أول بلد يصدر الفوسفات منين؟ من منجم غارج بيلات اللي جاي في تندوف. هذه يعني بتأكد على أن هذا الرجل لا يحفظ جيدا الدرس، وحتى المحيطين به ما عندهمش ديك الثقافة العامة اللي تخليه ما يطيحوش في أخطاء أو ما يطيحش في أخطاء فادحة مثل هذا الخطأ الفادح اللي طاح فيه عبد المجيد تبون. انظروا نفس الشيء، شروق سنكون، أو يعني دائما يستعمل هو راه في العهدة نتاعو اللي يتكلم عن الإنجازات ما يقولش سنكون، قال حققنا أنجزنا ها اللي درنا. لكن دائما يعيشوا الناس في الخيالات. وتأكدوا من كلامي، منجم غرج بيلات لن يتم استغلاله مثل ما يدعي هذا الرجل ومثل ما تدعي هذه العصابة الحاكمة في الجزائر. انظروا إلى الإعلام البليد، الإعلام اللي فريمون يعني شغل هو ارتكب خطأ فادح، وهذا الصحافة اللي سميتها أنا زيرو ثقافة عامة عادت نشر كلامه الفضيحة. يعني تبون يتكلم يعني هما بيان سور أنا كنت كتبتها أمس، قراوه باللي المغرب هو أول مصدر للفوسفات في العالم، وما قراوها له قالوا له باللي المغرب على بالك المغرب هو أول مصدر في الفوسفات في العالم. قال شان ندير أنا نلصق غرج بيلات مع الفوسفات ونقول باللي احنا كي نستغلوا منجم غرج بيلات غادي نولوا أول بلد يصدر في الفوسفات في العالم. انت شايف ديتا، انت رئيس الدولة الجزائرية تتكلم بهذه الطريقة؟ يعني أخجلوا. والله لا نحشم، والله لا حشمتنا وبهدلت بينا، والله العظيم لا يعني لو كنت يعني معين من طرف عصابة العسكر، مسألة الشرعية رانا عندنا موقف منها. وكان كنت تتكلم بطريقة يعني عندك فن الخطابة وتتكلم بشكل يعني شوية يعني ماشي نشكروك لاننا انا ما نشكرش هذا النظام، لكن على الاقل ما غاديش تبهدل بينا وتحشم بينا قدام العالم. لكن انك تتكلم على هذا منجم غرج بيلات اللي الاعلام نتاعك يوميا هو يتكلم عليه، ثم تجي وتقول باللي هذا منجم غرج بيلات، في اخر المطاف غادي ننتجوه به الفوسفات ونقولوا به عبره نصدروا الفوسفات ونقولوا اول مصدر للفوسفات في العالم. بكل صراحه عبد المجيد تبون بهدلت بروحك وبهدلت بالجزائر. واذا تاق فيك هذا النظام مره ثانيه اعتقد ان نظامك هذا يحفر قبره بنفسه، لان راكم مقمرين بشكل كبير وما راكمش متراسين، ما عندكمش ما عندكمش ان بلانينغ للمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كيف ما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا تفاعلتوا معه بشكل كبير. بالنسبة للإخوان ديالنا لأول مرة كيشاهدوا القناة كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. تهلاو في راسكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد.